السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ داليا. اليوم جيتكم بواحد الكغاتان قد ما نقول لكم بنين قليل. هذا الكغاتان هو كغاتان القرنون بالجلبانة. اذا بلا ما نطول عليكم ما تنساوش تابونيو الجام والجرس. اول حاجه نبداو بها هي المرقه البيضاء ديالنا. نقليو حبيبه بصل في الزيت، نضيفوا لها طبعا الملح والفلفل الاسود ونخلوها تقلع على نار قليله. هكذا غير نشوفوا بلي دخلها الطياب نضيفوا الماء، نمرقوا ونضيفوا ايضا مكعب تاع مرق دجاج راح يعطيها بنه رائعه. هاي ليك، ونخلوها على نار قليله تكتك حتى هذيك المرقه طيب لنا مليح. وفي هذا الاثناء نروحوا نحضروا لا فارس ديالنا. واش فيها كميه من اللحم المفروم، كميه من الرز اللي نكون ديجا طيبته في الماء والملح، والبصل مقطع رقيق. انا ننصحكم الرز تكونوا مطيبينه باش تجيكم سهله رابيدمون فيه طيبوها. اذا نضيفوا كما قلت لكم المعدنوس مقطع رقيق وحبه بيض والملح طبعا والتوابل واش نديروا فيها الفلفل الاسود، القرفه، ومكون اللي ماشي موالفينو اللي هو القزبر المرحي يعطيها بنه رائعه. وباش الحشو تاعكم ما يخرجش ناشف ضيفوا له دائما ملعقه تاع زيت يعطيه تانيك بنه رائعه. نخلطوا مليح لافارس تاعنا ونعمروا حبيبات القرنون اللي نكونوا ديجا نقيناهم ومسحناهم بالقارص باش ما يكحالوش. قبل ما نفارسيهم طبعا نشلوهم. هاي ليك راني فارسيت حبيبات القرنون ديالي ونروح نحطهم في المرقه اللي تكون ديجا طابت كيما راكم تشوفوا. انا راني استعملت هكا 4 حبات قرنون وكل واحد يدير على حسب عدد افراد العائله تاعو. هاي ليك. اذا هنا مور ما مرقت نضيف الجلبانه في المرق ديالي ونمرقوا على حساب الطنجره تاعنا. اللي يطيبها في الطنجره ولا طيبتوها في لاكوكوت تاعكم، كل واحد يعرف لاكوكوت تاعو شحال لازم لها الماء. انا طيبتها قباله في لاكوكوت باش تجيني سهله بسرعه نكملها. هاي ليك غلقت عليها في لاكوكوت ساب ما مرقتش بزاف وريقليتها على 5 دقائق وكل واحد يعرف الطنجره ديالو. في هذا الاثناء نروح نحضر لاغوي تاعي ساهله. تبعوني. نحطوا 2 ملاعق تاع زبده، نضيفوا لهم 2 ملاعق تاع فارينه، ملاعق كباره تاع الشوربه. هاي ليك نحركوا مليح هذيك الفارينه، نقلوها في هذيك الزبده باش ما تخرجش البنه تاع الفارينه في الكغاتان. هاي ليك. ونضيفوا ربع لتر تاع حليب، يعني كاس كبير تاع حليب. انا نحركو فوق النار حتى نتحصلوا على كريمه اللي تكون خاتره كيما كتشوفوا. هاي ليك ناشفه. ونبداو نجروها بهذيك المرقه اللي طيبنا فيها القرنون. هاي ليك هذيك المرقه نضيفوا غير بالعقل ونحركوا. شوفوا هذيك الصلصه البيضاء اللي تحصلنا عليها البنه رائعه، تبان مخدومه بالفرماج باردون الوغ كو ما درنا لها حتى فروماج. شوف بعد ما طابت هذيك الصلصه نحطوا حبيبات القرنون تاعنا اللي يكونوا طايبين طبعا، ما نخلوهمش يطيبوا بزاف حتى يتحرحروا يكونوا شادين روحهم. هاي ليك نغلفوهم باردون نمرقوا لهم من الفوق بهذيك الصلصه البيضاء ونحطوا الجلبانه ديالنا من الفوق باش تعطينا هذاك اللون الشباب. وطبعا في الاخير نحطوا في فروماج غابي، كل واحد يحط واش عنده متوفر في الدار. كيما انا هذاك النهار كان عندي شويه موتزاريلا وشويه شيدار، حطيتهم من الفوق. الموتزاريلا باش تتجعد والشيدار يعطيكم هذاك اللون الذهبي الشباب اللي من الفوق. ندخلوها في الفرن الطيب تبقبق غير شويه، غير تشوفوها تبقبق حطوها تتحمر للفوق. هاي ليك بعد ما طابت واش نقول لكم الصوره غنيه عن التعبير، راهي باينه بلي بنينه. واكيد اللي كون تجربوها راح تولي لكم ادمان وتعتمدوا هذه الوصفه مدى الحياه. راح تعجبكم بزاف، تعجب الاطفال، تعجب الكبار، تعجب الضياف. واش نقول لكم استناوني في وصفه جديده مع طبخ داليا. ومن هذاك الوقت تهلاو في روحكم وتبقوا على خير.